شوي سنان صلاة النوم من 30 مزامير داود النبي، بركاته علينا أمين. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة، من أجل اسمك صبرت لك يا رب، من أجل اسمك صبرت لك يا رب. تمسكت نفسي بناموسك، انتظرت نفسي الرب، من محرس الصبح إلى الليل، من محرس الصبح. فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب، وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامه. هللويا، هللويا. من الأعماق صرخت إليك يا رب، يا رب اسمع صوتي، لتكن أذناك مصغيتين إلى صوت تضرعي. يا رب يسوع المسيح، أصرخ إليك يا رب من عمق الألم والضيق، كما كان يونان في بطن الحوت، وكما كانت حنة أم صموئيل تقف أمام عالي الكاهن وتتمتم وتصرخ في قلبها فظنها سكرة، وكما كان موسى النبي يصرخ في قلبه أمام البحر الأحمر ومن خلفه فرعون. استجب صراخي، أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح، أصرخ إليك يا رب من عمق الشدة والألم، كما كان دانيال في جب الأسود، وكما كان أرميا في الوحل. استجب صراخي، أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح، أصرخ إليك يا رب من عمق الخطية، كما كانت النفوس في الجحيم تصرخ إليك لتخلصها. خلصني، أنا عبدك الخاطي. أصرخ إليك يا رب من عمق احتياجي، مشاعري وأحاسيسي وأفكاري. أصرخ إليك يا رب من عمق سقوطي المتكرر والعجز والفشل والمشاكل المحيطة بي. أصرخ إليك أنت يا رب، وليس كما صرخ أخاب لإيزابل فدبرت له الشر وهلك. أصرخ إليك يا رب، أنت ضابط الكل، القادر على كل شيء، محب البشر الصالح الذي يحبني. أصرخ إليك يا رب مثل طفل عاجز يستغيث بأبيه، مثل غريق لقارب نجاه، بكل قوتي أطلب الحياة. ألح عليك يا رب في طلبي، كما كانت المرأة أمام قاضي الظلم تطلب بلجاجة، وأنت يا رب القاضي العادل. يا رب استمع لي، ولا تكن أذناك غير مصغيتان لصوت تضرعي لأجل شروري. كما قال إشعياء: حين تبسطون أيديكم أستر وجهي عنكم، وإن أكثرتم الصلاة لا أسمع. اجعلني أطلب بحسب مشيئتك، ولتعلم طلبتي أمامك، ولتكن مشيئتك نافذة. ما دمت قد سمعت فإنك ستفعل. لا تكن صلاتي يا رب كصلاة الفريسي، فلا تصر بها، فلتكن صلاتي يا رب مقبولة أمامك، أنا عبدك الخاطي. إن كنت للآثام راصدا يا رب، يا رب من يثبت، لأن من عندك المغفرة.
يا رب يسوع المسيح، أنا غير مستحق أن تسمع صوتي بسبب خطاياي، ولكن انظر إلى انسحاقي وانكساري، وإن كنت ترصد خطاياي لتمسكها علي وتدينني، فكلنا خطاه. ليكن انكشاف أفكاري أمامك ليس كالقاضي لتحكم علي وتدينني، ولكن تنكشف كما للطبيب لكي تعالجني وتشفيني، أنا عبدك الخاطي. يا رب يسوع المسيح، لا أدافع عن نفسي وأجد عذرا فأنا مخطئ، لكن أطمع في رحمتك وغفرانك الكثير. إن غفرت لي فهذا كرم منك وليس من أجل استحقاقي. من أجل اسمك صبرت لك يا رب، تمسكت نفسي بناموسك، انتظرت نفس الرب من محرس الصبح إلى الليل. يا رب يسوع المسيح، اسمك يا رب معناه يخلص، عمانوئيل، يسوع، أنت هو مخلصي. كن معي يا رب لتخلصني، لابد سيأتي هذا اليوم الذي ستخلصني فيه، فأنا أنتظر وأصبر لأجل اسمك. سأشترك معك في الآلام من أجل اسمك، سأصبر وأنتظر تدخلك دون تعجل ودون سلبية. أنا عبدك الخاطي. من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب. يا رب يسوع المسيح، صبرت نفسي لتحقيق مواعيدك من دون استعجال. أنتظرك يا رب طول حياتي، لا أريد أن أتعجل كما تعجل إبراهيم في اتخاذ هاجر زوجة له، وكما تعجل يعقوب في أخذ البركة. فليكن لي رجاء ثابت في وعودك، أنا عبدك الخاطي. وعظيم هو خلاصه، وهو يفتدي إسرائيل من كل آثامه. هللويا. عظيم هو خلاصك وأنت تنجي، كما نجيت النفوس في الجحيم، وكما نجيت شعبك وانتقى الجبل المقطم. فليتعظم خلاصك فيا، أنا عبدك الخاطي.